السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. يوم جديد ونشاط وحيوية بإذن الله. يا رب كده يديم علينا نعمة الرضا في حياتنا، ونرضى بما قسمه الله لنا، بخيره وبشره. ربنا يجعلنا كده يا رب من الشاكرين الحامدين، اللهم امين. طبعا انتوا عمالين طبعا شايفين المنظر قدامكم. بتقولوا لي يا ام محمود كله اللي انتوا بتنشريه بناطيل بناطيل. دي بناطيل مكة. وايوه اللي جه في دماغكم دوت صحيح. بس هي طبيعية، مفيش اي حاجة. بس يمكن علشان الشتاء الاطفال بيكسلوا يخشوا حمام وكده. ويمكن كمان هقول لكم على حاجة. بنتي لما بدأت تتفرج على الأحداث في فلسطين والأطفال، وتشوف الأطفال، وطبعا بيجيبوا الأطفال من تحت الأنقاض والكبار وكده هوت. بنتي بقت تجيلها كل يوم وهي نايمة جنبي تعيط، تقوم من النوم تعيط وتقول يا ماما، يا ماما تفضل تعيط وتقول لي يا ماما البيت هيقع علينا، احنا هنموت يا ماما والبيت هيقع علينا. من الأحداث اللي بتشوفها ومن المناظر حطيتها في دماغها. هي بتتفرج عليها عند جدتها، وانا ما بشغلش الحاجات ديت وما بتفرجش على الحاجات ديت اصلا يعني. يعني اعصابي بتتعبني ونفسيتي بتتعبني. فهي لما بتشوف حاجات زي كده تلقائيا هي ما بتعملش وهي نايمة ولا اي حاجة، لا دي هي صاحية كده. بتبقى خايفة، وخايفة كمان تخش الحمام، وبتنسى يعني من التفكير والفكرة دي غالبة عليها. كده يعني بقت تعمل كده مع نفسها. ربنا ربنا يستر، ربنا يستر والله على عيالنا كلهم، وربنا يحفظ أهل فلسطين وأطفال فلسطين، وربنا يجعل لهم من اللي هم فيه دوت يا رب مخرج، اللهم آمين يا رب. فهحاول بقدر الامكان والله اقول لجدتها ما تتفرجهاش على الحاجات ديت، ومش هخليها تتفرج ان شاء الله ان شاء الله. الاطفال برضو مع انهم هم تفكيرهم على قدهم برضو، بس بيحطوا المواقف في دماغهم، ويعني بتبقى نتيجة سلبية من الاطفال بقى. آه سيبكوا بقى من مكة بقى ومن عمايلها. احنا دلوقتي كده عايزة اتنشط معاكم، وعايزة انسى اللي انا فيه، عايزة انسى اي تعب، عايزة اخرج من اي تعب. طبعا انتوا حبايبي حبيباتي والله في الله، والله ربنا يعلم اني كل واحدة فيكم بحبها في الله، وبدعي لها بظهر الغيب. عايزة بقى يعني انسى التعب وانسى، يعني يبقى عندي نشاط وحيوية كده دايما. تعليقاتكم بقى وقولوا لي يعني اعمل ايه مع مكة بالظبط. ولو الكلام اللي انا قلته دوت يعني اللي انا امنعها من الفرجة خالص صحيحة، يا ريت تقولوا لي. وبرده تقولوا يعني لو كان في مثلا دواء او اي حاجة اديها لها مثلا بالنسبة للشتاء مثلا والاطفال بيعملوا كتير وكده، ممكن تقولوا لي على اسمه يعني وانا اجيبه. بس روقنا بقى كده مكان النوم بقى وكده، وكان الصبح وكده. و وبدأت بقى أكنس باللمامة الجميلة ديت اللي انتوا شايفينها. أنا هي كانت عندي بقالها فترة، ودايما كل ما أعمل بيها بدعي لصاحبة الفكرة اللي قالت لي عليها. ربنا يا رب يسعدها ويحفظ لها أولادها، ويجعلهم يا رب من السعداء دنيا وآخرة. حبيبتي 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 رانيا، ربنا يجازيها عني كل خير. هي اللي قالت لي هاتي اللمامه ديت يا ام محمود علشان تلملك باستمرار، يعني ايه عشان ولادي بيوقعوا حاجات، وكل الاطفال يعني وكل الولاد بيوقعوا حاجات في الارض، فما اقعدش انفض كل شويه اشيل وانفض. فقالت لي عليها، فكانت فكره جميله بصراحه، كل ما امسكها ادعي لها. بس كده نضفت بقى كده على خفيف، مش شرط ان انا اشيل وانفض يعني واكنس وكده، ما دام الحاجه يعني ايه انت شايفه اللي هي نظيفه. مش لازم هبد بقى في الصحه كل يوم وتعب وكده هوت. نضفت كده على الماشي. وبعدين برضو علشان ايه نعمل الاكل معاكم. اكل بسيط، وانتوا عارفين ان انا اكلي بسيط ويعني حاجه كده ايه سهله على الماشي، تناسب كل ايه الظروف وكل الاوقات. هنعمل النهارده حبة عدس اهو، شفتوا لميت ولقيت المسمار الكبير ده، مش عارفة ادخلها ازاي بصراحة. وفرشنا برضو، رجعنا كل حاجة زي ما هي كده علشان اللي عايز برضو ايه ينام على طول. ومنها برضو ايه الفرش خد تهوية اهو. وخليت بقى الدنيا كده ايه جميلة وزي الفل.
انتوا عارفين ان انا ما بحبش البهدله يعني، واحب كل حاجه منظمه مهما كانت الحاجه بسيطه. احب تكون البيت رايق كده ومنظم. ربنا يا رب يديكوا صحتكم، وما يحكوش لاي حد، ولا حد يعمل لكم، ولا حد ولا تطلبوا من اي حد، ولا حتى من ولادكم. انتوا تقوموا وتشتغلوا في بيوتكم بايديكم، وربنا يديكوا صحتكم ويعينكم يا رب على كل، انا عارفه كل واحده ربنا يعينها على اللي هي في بيتها. ربنا يهنيكم ويسعدكم. لو وصلتي معايا بقى لهنا ما تنسينيش باللايك، انا بفكركم، انا بس والله بفكركم عشان ما تنسوش اللايك، واللايك بيرفع من الفيديو. هنعمل النهارده عدس. انا كنت غاسله نص كيلو عدس، كنت غسلاه، وبرضو قلت ايه اغسله معاكم برضو تاني، عشان الميه ما بضمنهاش بصراحه. بعمل الحاجه لما بلاقي الميه ممكن ما الاقيش حد يصور لي وكده، فبقى ايه بخلص حاجتي وبعد كده ايه بنعمل برضو ايه اللي انتوا بتشوفوه دوت مع بعض. كنت غسلاه وشطفته برضو شطفه تاني. وكنت بحب كده احط عليه بطاطستين، علشان بتدي سمك للعدس جميل كده، وبتخليه تقيل. وحطيت طبعا علشان بمناسبة البصل غالي عندنا قوي، هي بصلاية كبيرة، حطيت نص بصلاية، حطيتها نص جوه، قطعتها، ونص هعملها في التقلية. وبرضو قطعت جزرتين، وطماي 2 حبتين من الطماطم، طمايميتين اللي انا بقوله دوت. حبتين من الطماطم يا جماعة، بس هم مش هيبانوا دلوقتي. نسيتهم وحطيتهم وايه وانا لما شغلت عليه النار. و4 فصوص من الثوم كده بيخليه طعمه حلو قوي. وبرده حطيت حبة من الكمون، ده كله طبعا وحطيته على النار. سبته يغلي علشان طبعا ايه يستوي. اهو الطماطم اهي، الحاجات ديت بقى ايه هنعمل بيها السلطه. دي حاجات السلطه. وبالمناسبه يعني هقول لكم خبر بالنسبه لي، يعني انا محزن جدا واتضايقت جدا. السوق عندنا يا جماعه البلديه شالوا كل البياعين، وكسروا لهم والله بالبلدوزر وباللودر دوت. بقوا ياخدوا كل الفرش الخشب بتاعهم اللي بيحطوا عليه الخضار، ويحطوه كده في نص الشارع، ويكسروه. مش عايزين يخلوا بياعين خالص خالص في السوق اللي عندنا، علشان السوق دوت جنب كوبري، يعني في يعني البياعين قاعدين في حتة مهمة يعني استراتيجية بالنسبة للدولة. فمش عايزين حد يبيع خالص. انا صورت لكم في السوق ده كتير، واكيد لو انتوا شفتوا الفيديوهات اللي قبل كده انا مصورة كتير في السوق دوت. كان سوق جميل والله جميل. شالوا بقى السوق كله. وكانت الحاجات ديت عندي يعني كانت موجودة، كنت جايباها قبلها بيوم. حاجات السلطة، عملت البنجر زي ما انتوا شايفين كده. السلطة دي بالمناسبة بناكلها بالايد كده، او بالشوكة. مش حابة اللي انا اكلها بالمعلقة تبقى سلطة صغيرة، لا حابة اللي هي تبقى كبيرة كده. حطيت البنجر زي ما انتوا شايفين والجزر، وعملت طبق سلطة محترم يعني جنب العدس، علشان ايه يفتح النفس كده ويفتح نفس الاولاد، وتبقى وجبة غذائية كده ايه محترمة ومتكاملة. انا بحب اعمله العدس بتقليه. في ناس ما بيحبش يعملوا التقليه ديت خالص. استنيت كده لما العدس استوى، وبعدين ضربته، وبعدين حطيته في الحله، وبعدين حطيت معلقتين من الشعريه. لو انت عندك رز ماشي، تحطي معلقتين كده علشان يربط العدس ببعضه. وسبته طبعا ايه يغلي، هي غلوه واحده. انتوا عارفين الشعريه ما بتاخدش وقت في السوى. وبعدين نص البصلايه اللي انا قلت لكم عليها ديت عملتها هي في التقليه، وحطيت معلقتين زيت. انتوا عارفين ان انا ما بكترش الزيت يعني، وبقلل من الزيوت والدهون دي عشان الصحه. ظبطت الملح بتاعه بقى، وحطيت كده حبه توم كويسين على البصله لغايه ما اصفرت كده وما احمرتش يعني قوي. هي الكاميرا جايباها محمره، بس هي ما احمرتش قوي. بس وقمت طشه وقلت بسم الله، وطشيت ايه على العدس كده. هنعمل فتة عدس النهارده. ديت طبعا انتوا عارفين فوائد العدس، والحاجه دلوقتي برضو والله ما بقتش رخيصه، ما فيش حاجه بقت رخيصه. ومش هنقول ما فيش اكله يعني مش غاليه، كل الاكل بقى غالي عندنا. يعني العدس دوت يعني امهاتنا لما كانت بتعمله لنا اخر الشهر، كانت بتعمله لنا تقضيه كده يعني، عشان يبقى اكل موجود في البيت. اوقات ما كنا بنغضب عليه، واوقات ما بنلاقيش يعني اللي هو نضطر اللي احنا ناكله. لكن دلوقتي بقى اي حاجه بقت اساسيه، اي حاجه بقت مكلفه. ما فيش اكل رخيص واكل
واكل غالي، لا كله بقى غالي. الحمد لله الحمد لله، نحمد ربنا، بس ربنا يديمها نعمة يا رب، ونلاقيها موجودة في متناول ايدينا. والله هو مش عارفة الدنيا جرى فيها ايه، حرب في كل مكان، حتى حرب كمان في سوق الخضار. ما انا مش عارفة هعمل ايه دلوقتي. يعني البياعين حتى لو لقيت بياع او اتنين كده هو دلوقتي في السوق بيبقوا هربانين، وبيبقوا خايفين لحد يجي ياخد الخضار اللي معاهم. الله المستعان الله المستعان. ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب. ما تنسونيش بقى في اللايك بقى اهو. لايك يا جماعة والله، علشان الفيديو نفسي فيديو في القناة بتاعتي يرتفع، نفسي كده فيديو كده يلف اليوتيوب كده ويبقى مشهور كده. الله اكبر الله اعظم. معذرة يا اخواتي عشان الاذان، اضطريت ان انا افصل التسجيل عشان الاذان. شايفين العدس جميل ازاي اهو. وده كان بقى الغدا، وتعشينا منه برضو، والسلطة برضو جميلة هي زي العسل ومفيدة. ناكل سلطة افضل. يلا حبايبي، مع السلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.